السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يعني ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، وبعتذر لكم على التأخير والله غصب عني. المهم بقى انا قلت كده ابدأ النهارده بمنتهى النشاط. كان عندي كده شوية حاجات حبيت اعملها، ان انا نظفت البوتاجاز اول ما صحيت، ما كسلتش خالص. كانت الساعة تقريبا دلوقتي 9 أو 8:30 حاجة زي كده. مسك مصحياني معاها من بدري ومرضتش ازعلها خالص، ففضلت قاعدة معاها بقى. المهم بعد ما نزلتها الحضانة قلت كده نظفت البوتاجاز ولمعت وغسلت الحوامل وركبتها وعلقت على البلح بتاع الخشاف. بنقع كوبايه واحده لان هي فرديه، يعني هو شخص واحد بس اللي بياكلها في البيت، فانا بنقع على قده يوم بيوم في اللبن وبس كده. بسيبها بقى منقوعه في اللبن المغلي ساعتين وبعد كده بدخلها التلاجة. عندي بقى هنا دمست فول، كنت حطاه من قبلها بيوم في ميه يتنقع فيه، وبعد كده صحيت الصبح برضو ودمسته بسرعه. ما خدش وقت خالص، يعني هو تقريبا حطيته ساعتين ونص كده على النار. انا دمست كيلو من الفول البلدي، مش بحط معاه اي اضافات غير طماطمايه وشويه زيت على الوش بس كده. وبضربه بالهاند بلندر، بس بضربه نص ضربه زي ما انتوا عارفين، مش ضربه كامله، عشان مش بحبه يبقى يعني بيوري فول. وطبعا اول ما بيبرد معايا في الحله بقوم بقى ايه معبيه على طول في اكياس. بعمل الكيس بصراحه يكفي مرتين، بحيث ان انا كل يوم ويوم بطلع كيس اعمله بالكامل، بعمل له خلطه حلوه كده بسيطه خالص، وبناكل نصه في اليوم اللي انا عملت فيه، وتاني يوم بناكل النص التاني. وانا كده ما ببقاش وقفت في المطبخ يعني في عمايل السحور غير يوم ويوم. طبعا طبق الجبنه بالطماطم ده ببقى عامله منه علبه برضو، بنسحب منها ولما تخلص بعمل غيرها. فالموضوع يعني بيبقى بسيط قوي في السحور، يعني مش اكتر من كده. عملت كمان الزبادي برضو، بعمله تقريبا في خلال يوم ويوم لا، او مثلا يوم ويومين، وبيقعد معايا برضو حلو قوي. المهم ان انا يعني عملت بقى خطوه حلوه قوي في الزبادي. فعلا انتوا قلتولي بلاش علبه زبادي واحده، خليكي في علبتين عشان الزبادي يمسك، وفعلا مسك. انا لما ركزت في الحته دي لقيت ان الزباديه البلدي اللي انا بجيبها صغيره جدا، العلبه من تحت بتبقى يعني واكله نص العلبه، يعني ما بتبقاش كامله. فقست الكميه اللي فيها فعلا عباره عن معلقتين، ما فيهمش اكتر من كده. فقلت لا، انا هستخدم علبتين مش علبه واحده. وفعلا اللبن تماسك، وساعتها بقى بقيت استخدم واحده زباديه بلدي ومعاها زباديه جهينه او حاجه يعني تكون مبستره، برضو بتطلع متماسكه وحلوه قوي. المهم ان كميه الزبادي زي ما قلت لكم بتبقى علبتين مش علبه. المهم شلته في التلاجة بعد ما قعد في الجهاز 8 ساعات بتوعه. وبعد كده بقى ايه، قلت اعمل الغدا او فطار اليوم ده. كنت عايزه اعمل حواوشي سهل وبسيط، وبصراحة ان انا مفرزاه ده حاجة حلوة قوي. انا ببقى عاملاه كده على شكل اقراص، وبعد كده بقى بشكله بالشكل اللي انا عايزاه. المهم ان انا عجنت تقريبا كيلو من الدقيق، الكيلو ده على 3/4 كيلو من اللحمة. تمام، كيلو دقيق و3/4 كيلو من اللحمة. حطيت ايه بقى هنا؟ حطيت كيلو دقيق عليه معلقتين من اللبن البودرة، هحط معاهم كمان السكر بتاعنا، معلقة ونص تقريبا من السكر، وهحط معلقة ونص برضو من الخميرة، وبس كده. هسيبهم بقى دلوقتي يتخلطوا مع بعض كويس قوي، وبعد كده هدفي ميه عندي وابدا ان انا اخلطهم او اعجنهم مع بعض كويس جدا. في الاخر بحط الزيت عشان العجينه تبقى متماسكه او ما تبقاش ملزقه، ولا بتحتاج مني دقيق تاني ولا حاجه. طبعا انا مطلعه جنبي كذا حاجه عايزه تتعمل، يعني الحمد لله ان انا بدات بالخشاف، دمست الفول، عملت الزبادي، مطلعه جنبي كمان كنافه عشان اعملها، لان طبعا يعني رمضان لا يخلو من حلويات الرمضانيه اللي برضو بعملها يومين ويوم لا، وهكذا، او يعني يوم ويومين لا. فالموضوع ده بيسهل عليا ان انا لو عندي الحلويات والعصاير والحاجات دي بتبقى بقيه الاكل سهل. المهم بقى ان الكنافه دي تقريبا كانت اقل من النص كيلو. انا قلت النهارده بقى هنعمل كنافه بالمانجا. المانجا انا شايله منها طبقين 3 كده من اللحمه بتاعه المانجا المكعبات، اللي هي بتبقى المانجا الخاصة بالترط والحاجات دي، مش بتاعة العصير. خلاص كده، فببقى شايلاها وعاملة حساب ان انا ببقى طلعها في رمضان. الولاد بتحب قوي المانجا اللي بالفواكه، سواء مانجا او فراولة او حتى بالكمبوت، الفواكه اللي بتتباع بره زي الاناناس، الخوخ، كل ده. عايزه اعتذر لكم عن صوتي، ان هو اصلا والله فعلا تعبني وما رجعش من ساعه اول يوم رمضان. لو تفتكروا كده اول يوم رمضان لما قلت لكم ان انا كنت تعبانه، من ساعتها صوتي ما رجعش لطبيعته ابدا، مش عارفه ليه. وكل فتره كده بيوجعني زوري واحتقان في الزور تاني، بيرجع الدور يعني. المهم الحمد لله على كل حال.
هنا بقى سيحت نص كوبايه من السمنه وضفتها على الكبه وهي بتكسر الكنافه بالشكل ده، عشان انا عايزه السمنه تختلط كويس قوي مع الكنافه. وحطيت معاها كمان معلقتين سكر، يفضل طبعا يكونوا بودره عشان لما تيجي تحمري الكنافه تتحمر معاكي بسهوله وتطلع ريحتها حلوه. بس كده خلاص بقت جاهزه. طبعا عايزين تكسروها في ايديكم مفيش مشكله، بس انا عملتها في الكبه اسهل وخلاص. رفعتها بقى في حله او صينيه على النار، تبدا بقى تتحمر مع نفسها في كميه السمنه اللي احنا استخدمناها. يمكن الفيديو اللي فات لما عملت معاكم الكنافه بالفراوله ما صورتش معاكم التفاصيل دي، لان انا اصلا كنت مصوره الكنافه بالمانجا، اليوم بتاع الكنافه بالمانجا ده قبل العزومه بتاعت ماما، كنت معتمده ان ده هينزل لكم الاول بتاع الكنافه بالمانجا، فهيبقى فيه التفاصيل، وبتاع الكنافه بالفراوله هينزل بعده، فهتبقوا كده كده خلاص شفتوا التفاصيل في الفيديو اللي قبليه. المهم يعني انا هنا نشفت الكبه، غسلتها قصدي، وابتديت اعمل كمان شيبسي. طلعت كان بطاطسايه كده حجمهم صغير، وابتديت ان انا اقطعهم للشيبسي عشان عايزه اعمل شيبسي جنب الحواوشي او العيش باللحمه، هيطلع حلو قوي. الولاد بتحب الاكلات اللي زي دي بقى، طالما عدينا نص رمضان فبنعمل اللي احنا عايزينه كله. عايزه تعملي سمك اعملي، عايزه تعملي اكل بسيط مفيش مشكله، تعملي اكل كده محبش برضه هيبقى حلو قوي. كلنا اكيد اشتقنا للاكلات التقليديه بتاعتنا بعيدا بقى عن الطواجن والمحاشي والحاجات دي. المهم سبت البطاطس عندي منقوعه في ميه، مهمه قوي تبقى منقوعه في ميه ساقعه وشويه خل او ملح، بس انا بصراحه بحبها تبقى منقوعه في خل، بيخلي البطاطس تتغسل كويس جدا جدا من النشا الزياده اللي فيها، فهتطلع معاكي مقرمشه جدا. المهم بقى اخدت الكنافه هنا حطيتها في الصينيه اللي انا هسوي فيها الكنافه بالمانجا، او يعني هشكل فيها. هي خلاص الكنافه استوت، مفيش حاجه هتخش الفرن تاني، بس عشان نساوي شكل الكنافه وتبقى فورمه واحده كده، ما تبقاش مفرفته زي ما انتم شايفينها. حطيت لها شويه من الشربات التقيل اللي انا دايما ببقى عامله منه كميه كده وشايلاها. فالمهم بساوي بقى الكنافه في الصينيه دي سوا كويس قوي كده، واضغط عليها كويس جدا لحد ما تستقر في الصينيه وتاخد شكلها. احط بقى عليها الحشو اللي انا عايزاه، عايزه تحطي فيها مكسرات وتخلطيها مع بعضها وتبقى فورمه كنافه بالمكسرات وتقطعيها بعد كده هتبقى حلوه جدا. عايزه بعد كده تحطي عليها كريمه زي اللي انا هعملها وفاكهه هتبقى برضو ممتازه جدا. انا سبت الكنافه على جنب بقى، لان انا بشتغل في كل حاجه في وقت واحد، لان لقيت الخميره جنبي العجينه اختمرت، فقلت نشتغل في حاجه يعني انا ماشيه معاكم بترتيب اليوم مش بخطوات الاصناف. المهم يعني العجينه طبعا بسيبها اختمرت اهي، هبدا بقى اقسمها. انا بحب جدا اعمل العيش باللحمه اللي في البيت انصاف ارغفه، بتبقى اسهل لي بصراحه ان انا افرد فردتين واحط ما بينهم حشو واقوم مقفله. لا، الاسهل ان انا اعمل نصف رغيف وخلاص، بتبقى سهله جدا ونفس الطعم مفيش اي حاجه يعني. المهم ان الكيلو ده ما شاء الله عمل معايا تقريبا، عايزه افتكر والله ما فاكره، بس يعني تقريبا 12 رغيف او 12 نص رغيف يعني، حاجه زي كده. انا طبعا في حاجات عملتها احجامها صغيره عشان مسك، ما بتعرفش تمسك الحاجات الكبيره وكده، ولو شافتني عامله حاجات كبيره ممكن ما تاكلش اصلا، فبعمل لها حاجات صغيره على قدها تعرف تمسكها، واقول لها ان دي مخصصه ليكي، فهي تفرح بقى وتندمج في الاكل. المهم يعني هقسم الكور بتاعتي. وعايزه اقول لكم ان انا الفتره دي مش عارفه ليه، زي ما قلت لكم قبل كده على فكره، ان انا عندي خمول رهيب، مش كسل، مش عارفه اسميه خمول ولا لا، هل ده التعبير الصح ولا لا، بس انا فعلا ما عنديش طاقه اعمل اي حاجه، مش حاجه صحيه والحمد لله طبعا بفضل الله، بس ما عنديش اي حاجه تحمسني اقوم اعمل حاجه. هو ده يمكن التعبير اللي انا عارفه اوصفه. يعني ببقى ورايا حاجات عايزه اقوم اعملها بس مش قادره، مش عايزه، فالطاقه دي نفسها مش موجوده، مش عارفه بقى اسمها ايه. المهم يعني ان انا يعني بجاهد نفسي والله وبحارب الحته دي جدا، لان انا ما بحبش ابدا يبقى ورايا حاجه ومتعطله او باجلاها او بتبقى الوضع اسخف بكتير من ان انا اقوم غصب عني. بس يعني الحمد لله بقى بشد حيلي كده، بخلص فروض الصلاه بتبقى اهم، لان فعلا لو دخلت عملت اي حاجه وانا مش مأديه الفرض اللي عليا بحس بتقل رهيب بجد والله سبحان الله. فبخلص صلواتي الاول بعد كده اقول الباقي يتحل. فده اللي انا بقيت اعمله تقريبا، بخلص صلاه العصر وببدا ادخل اشوف المطبخ. ما بحبش ابدا ان انا ابدا من بدري، والحاجات دي اصلا
ما زي ما قلت لكم ما عنديش الطاقه ان انا ابدا من بدري واعمل حاجات دي، لان بحس ان الحاجات خلاص يعني طالما انا عارفه هعمل ايه بدخل اشتغل على طول من غير ما اضيع الوقت ومن غير ما افكر كتير. فالحمد لله يعني ماشيه والموضوع الحمد لله قد السيطره. بس انا برضو برجع اقول لنفسي ان ضغط الدراسه مع رمضان مع الاوقات اللي احنا فيها دي، وطبعا ربنا يبارك في ولادي 3 اطفال او 3 ولاد، يعني كل واحد بطلباته بسنه بكل حاجته، عامل لي ارهاق رهيب وتركيز طبعا في كل حاجه تخصهم. فده يمكن اللي مخليني ما عنديش الطاقه للحاجات التانية، بقيت احط الاولويه ليهم بصراحه، لان زي ما قلت لكم الدراسه مش قادره اقول لكم يعني عامله فينا ايه. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. انا قلت بقى بعد ما خلصت تشكيل اول صينيه هعمل وش بيتزا. سالت الولاد اعمل لكم العيش بتاعكم وش بيتزا ولا ساده؟ قالوا لي ساده. طبعا يعني انا سمعت كلامهم فعملت نص الارغفه وش بيتزا والباقي ساده زي ما طلبوا. عايزه اقول لكم ان هم ما جوش جنب بتاعهم خالص واكلوا اللي هو وش بيتزا من كتر ما هم ندموا ان هم ما طلبوش وش البيتزا ده. المهم انا حطيت عليه صلصه من اللي انا ببقى شايلاها بتاعه صلصه بيتزا، كنت شايلاها معاكم برضو في تفريزات رمضان، تبقى ريحتها تحفه. انت عامله بيتزا من اول ما تشمي ريحه الصلصه خلاص انت كانك عملتي البيتزا من اولها لاخرها. حطيت على الوش كمان جبنه موتزاريلا لكل رغيف، حطيت قطع فلفل، حطيت زيتون وبس، ما حطيتش حاجه تانية. ممكن طبعا تحطي بسطرمه بس يعني حسيت ان الموضوع هيبقى مبالغ فيه قوي، لان حشوه اللحمه كفيله يعني ان هي خلاص تغطي على الطعم. المهم بقى انا هنا قلت هكمل الكنافه بعد ما دخلت اول صينيه من العيش باللحمه الفرن على ما تستوى، وادخل الصينيه التانية نعمل الحشوه بتاعه الكنافه بالمانجا. حطيت هنا تقريبا 2 كوبايتين من اللبن، عليهم 2 معلقتين كبار مليانين من بودره الكاستر، ده نوع الكاستر اللي انا استخدمه. سبتهم بقى على النار كده هيغلوا مع نفسهم ويتقلل القوام بتاعهم. وفي الوقت ده كنت حاطه الطاسه على النار، حاطه فيها الشيبسي اللي احنا قطعناه وسايبينه في ميه ساقعه، طبعا بصفيه قبل الاستخدام او قبل ما احطه في الزيت، وببدا بقى انزل في الزيت حبه حبه عشان البطاطس تبقى مقرمشه. دي اول صينيه طلعت معايا، مش قادره اقول لكم حلو ازاي ريحه الوش البيتزا، الصلصه مخليه طعمه وريحته في حته تانية. المهم كنت جايبه مخلل من فتح الله، جبت علبه من المخلل الكرنبيت مش قادره اقول لكم بنحبه ازاي، ومخلل مشكل بس. فهشيل الاتنين طبعا، بس انا قلت اخد الكميه اللي انا عايزاها الاول وبعد كده هكمل هشيل الباقي في علب عشان احافظ عليها في التلاجة تعيش معايا اكتر من وقت، لان انا ما عملتش في التفريزات بتاعه رمضان السنه دي اي مخللات خالص. زي ما قلت لكم التفريزات اللي انا بعملها او يعني التجهيزات كمان بعمل الضروري فقط. عملت السنه دي ضروري فقط لان التزامن بتاع دخلة رمضان مع دخلة الترم بصراحه كانت هدت حيل بالنسبه لي جدا يعني، والحمد لله ربنا يعديها على خير كده والترم ده يخلص زي الترم اللي فات كده ويبقى اسرع كمان. اهم حاجه ان الامتحانات اتاخرت، ده كان احسن قرار سمعته امبارح، ان امتحانات الشهر اتاخرت او اتاجلت اسبوع بعد العيد باسبوع، عشان يعني صباحيه العيد دي كانت صعبه جدا بصراحه. كده احنا شلنا المخلل وخلاص الحمد لله، حطيته في علب كده المتوفره عندي وشلته في التلاجة. وتعالوا نكمل الكنافه، اوعوا تكونوا نسيتوها هتوهوا مني. المهم حطيت عليها الكاستر اللي احنا عملناه، هو بيبقى سايل كده شويه، اول ما بيدخل التلاجة ويتماسك بيمسك والقوام بتاعه بيبقى متماسك خالص. طبعا المفروض ما يكونش سخن قوي زي ما انا حطيته كده، بس انا كنت عايزه انجز بصراحه، الولاد مصممين ياكلوا منها على الفطار وانا اقول لهم مش هلحق، فكانوا واقفين على ايديا. قلت لهم خلاص هحاول، وصبيتها سخنه عشان انجز وسبتها تبرد ودخلتها التلاجة تمسك نفسها. وبعد كده بدات بقى ايه ارصها بقطع المانجا اللي قلت لكم عليها، دي متفرزه على فكره، فهتلاقوها برضو ما شاء الله متماسكه لان هي بتاعه يعني مانجا لحم مش بتاعه العصير، فبتبقى كويسه. سكرها ما بيبقاش عالي قوي، عشان كده صبيت عليها كيس من الجيلي بطعم المانجا، ده انا عاملاه بكوبايه واحده بس من الميه السخنه، ما حطيتش كوبايتين زي ما مكتوب على ظهر العبوه، عشان انا عايزاه يمسك ويبقى متماسك جدا، وفي نفس الوقت يسكر لي طعم المانجا اللي احنا حاطينها من على الوش. وبس كده، ده الغدا بتاعنا النهارده او فطار رمضان. دي الصينيه الاولانيه، هبدا بقى ارصها معاكم. ريحه مش قادره اقول لكم العيش باللحمه الوش بيتزا ده تحفه. عملت المسك برضو الميني ساده، خفت برضو اعمله لها وش بيتزا تزعل وتقول لي ايه ده، وهي كده كده بتشيل الحاجات اللي في البيتزا اصلا، بتاكلها كده بالجبنه والصلصه بس، ما بتحبش الزيتون والفلفل والكلام ده، فقلت مش هعمل لها خالص وش بيتزا، هسيبهم لها ساده زي ما هي.
بس يعني الحمد لله ان هو عجبهم. اتمنى ان انتوا تجربوه، بجد خطير وسهل في البيت قوي، ما بيكلفش ولا اي حاجه. ده الصغنن بتاع مسك، صغنن قوي هو على فكره، بس يعني يمكن الكاميرا ظلمه شويه. حطيت له كمان الشيبسي، جبنا كمان سبيرو بتاعت لزوم الحواوشي، لازم الولاد ياكلوا معاها، يشربوا اي حاجه من المياه الغازيه دي. طبعا هو مش حلو في رمضان، بس يعني هي اول مره نجيبها. كنافه بالمانجا بقى، بصراحه سبتها في التلاجة على ما نفطر، قلت لهم هناكلها بعد الفطار على طول، بس لازم نسيبها تتماسك لان الجيلي كمان كان دافي. والحمد لله تماسكت كلها وبقت قطعة واحدة كده، بقيت اقطع منها، كانت خطيرة. برضو من الحاجات الحلوة والخفيفة جدا، ولو ظبطتي السكر بتاع المكونات كلها تطلع معاها سكر، يعني تطلع معاكي سكرها حلو. الكنافة انا بس مشربها بالشربات، كريمة الكاستر ما حطيتلهاش سكر، او حطيت لها تقريبا معلقتين بس مش اكتر. اما المانجا سكرها معقول لان او خفيف يعتبر مع الجيلي، فهي كل حاجه سكرها معقول جدا. وده احسن حاجه في رمضان، انك تاكلي الحاجه سكر مناسب مش اوفر، عشان طبعا السكريات بتبقى وحشه قوي في رمضان، العاليه بالذات. طبعا بعد الفطار بصلي وبناكل، بشرب القهوه بتاعتي وببدا بقى ايه اشوف اللي ورايا. طبعا زي ما انتم شايفين انا عملت كنت بقطع المانجا وانا عامله المواعين بتاعه الفطار. دي اكتر حاجه بصراحه بتفرق معايا جدا، ان انا اخلص فطار من هنا اخش على المواعين من هنا اخلصها، لان لما بتتراكم بتبقى سيئه جدا جدا جدا. فقلت بقى ايه، الحوض عايز يتغسل عايز يتنضف، فمش هسيبه كده بصراحه. المهم دخلت بقى كده على الحوض، نضفته كويس جدا كمان بالفلتر. الفلتر ده عايزه اقول لكم ما بقاش الحمد لله شغلتي ان انا اغير له الشمعات، لان مرهق بالنسبه لي جدا ومش بقدر اصلا، لازم بستعين بصديق فسبت مهمه الفلتر دي اصلا من على كتافي خالص. فاحنا ظابطين منبه يعني عشان ينبهنا كل 3 شهور بتغيير الشمعه الاولانيه، وكل 6 شهور لتغيير الشمعتين التانيين. فالموضوع ده بيسهل علينا جدا، بدل ما ننسى احنا ركبنا الشمع في شهر كام ومش عارفه ايه وكده. موضوع انك تعملي منبه ده حلو جدا جدا، تذكير ريميندر كده هيساعدك قوي في اي حاجه عايزه تفتكريها لو فيها مسافه او فتره كبيره. عايزه اقول لكم بقى ان انا يعني من كتر بقى ما بقعد استمتع بمحتويات انا بحبها، وزي ما قلت لكم تشدنا كده للطاعات، وتشدنا كمان لتهذيب النفس، تشدنا كمان لحسن الخلق، تشدنا كمان لحسن التصرف. الحاجات دي كلها ده اللي انا يعني المحتوى اللي انا بحب استمع له الفتره دي، مش عشان رمضان بس، لا انا بتكلم في العموم. ففي موضوع يعني دايما بكلمكم فيه، سمعت عنه مثل، يعني الفيديو اللي انا سمعته كان بيطرح مثال عشان يخليكوا تستوعبوا اكتر الفكره. دايما بقول لكم باكتر من شكل وباكتر من وسيله، دايما خليكي على طريق ثابت. الثبات في اي خطوه انت بتعمليها هتضمن نجاحك، حتى لو في حاجات عقوبات كده في النص، ده ما بيبقاش فشل، بالعكس ده بيبقى دروس تستفيدي منها وتتعلمي منها في اي حاجه في حياتك. فانك تبقي ثابته على موقفك ده اهم بكتير من ان انت تبقي مذبذبه وكل شويه براي وكده انت مفكره انك بتختاري حلول كتير وبتختاري في الاخر الانسب، او بتجربي حلول كتير وبتختاري الانسب. لا، خليكي ثابته على موقف واحد لمده طويله، وشوفي هل فعلا هيجيب نتيجه ولا لا. لان في الغالب لو انت مختاره بصدق وعن حسن نيه كده او بتمعن، باذن الله هيبقى هو الصائب في الاخر. بس اهم حاجه بقى لما تيجي تاخدي اي قرار او موقف يكون كبير في حياتك، ما تحاوليش تاخدي او تستمعي بمعنى اصح لاراء الاخرين، حتى لو كانوا اقرب الناس ليكي في حته معينه، في حته ان هم لو هيشدوكي لتحت يبقى بلاها منها. اوقات كتير بيبقى عندك حسن ظن بالله وحسن ظن في نفسك، وبيبقى اللي حواليكي ممكن يعني بيشفقوا عليكي، خايفين انك انتي تفشلي حبا فيكي مش حاجة تانية. بس دايما الاحاسيس دي ما بتخليكيش تتقدمي لقدام. مش دايما الخوف بيبقى صح، مش دايما اللي حواليكي لو حتى بيحبوكي وخايفين عليكي بيبقى في الاخر هم الصح. لا، انتي محتاجة دايما في حاجات كده بيبقى فيها ريسك، لو ما اتخدش محدش هيطلع لقدام ولا هيتقدم خطوة. فانت عارفه دايما، خلي في دماغك ان دايما في ريسك في كل قرار بتاخديه، وخليكي قده، لان لو طلع في خطأ في قرارك او حتى في خطوه عملتيها مفيش مشكله، طالما لسه بتعلم ولسه في ايدي ان انا اغير. لكن ما تبصيش وراكي، ما تسمعيش لكلمه حد بيقولها لك تحبطك او تقلل من قدرك. المثال بقى اللي انا سمعته ايه، حد كان بيشرح النقطه دي بالظبط زي ما بقول لكم عليها دايما، بس المثال اللي عجبني جدا وقلت لازم اقوله لكم،
كان بيقول لو انت عندك بستان وعايزه تزرعي زهور لاول مره في حياتك هتبداي تزرعي، وكل اللي حواليكي طبعا بيبصولك بصه يا اما هتفشلي ومستنيينك تفشلي ويفرحوا فيكي، يا اما في نوعيه تانية تبقى مشفقه عليكي من الفشل وبتبصلك برضو بصه الشفقه، يا حرام دي لو فشلت هتعمل ايه او كده. وفي ناس تانية ممكن تكون بتشجعك وفعلا هتلاقيهم دايما وراكي، حتى لو انت بتغلطي هتلاقيهم دايما بيقولولك ده صح ده غلط ماشي كملي ايه المشكله، كل ما تقعي يقوموكي. وعلى العكس تماما في ناس تانية يعني بتبقى فرحانه فيكي خالص. لو انت بقى مش ماشيه على النصايح او الكلام اللي انا قلته لك ده من شويه، هتلاقي نفسك قاعده مستنيه رايهم في كل خطوه بتعمليها. كل لما تزرعي زهره واحده وتزهر معاكي تقطفيها عشان تثبتي لحد منهم ان انت عندك حق. فتخيلي لو انت كل زهره بتزهر معاكي وتروحي توريها لواحد من الناس اللي بتنتقدك او بتستنى فشلك او مستنيه حتى نجاحك، وتثبتي لهم ان انت قد ايه نجحتي عشان زهرتي زهره واحده، يبقى انت عمرك ما هتتقدمي ولا تطلعي خطوه، لان مفيش البستان مش هيكمل، البستان اصلا مش هيزهر تاني، انت كل زهره بتقطفيها عشان تثبتي انك صح. اوعي ابدا في حياتك تحاولي تثبتي لاي شخص كان انك على حق، الموضوع ده اصلا لوحده دليل على انك مش على حق. بس في المقابل تبقي حاطه في دماغك ان في 50% نجاح وفي 50% فشل، يعني انت اكيد على يقين بالله باذن الله ان هو هينجحك طالما واخده بالاسباب. ودي حاجه مهمه جدا انك تاخدي بالاسباب وبعوامل النجاح وبرده بعوامل الفشل، انك تبقي حطاهم قدامك وعارفه كويس قوي انك ممكن تفشلي، ممكن ما تنجحيش من اول مره. دي حاجه ما تزعلش ابدا، خليكي مصممه على انك باذن الله هتوصلي لنجاحك بغض النظر عن رأي اللي حواليكي فيكي، لانك هتستني رأي الاخرين ورضاهم عنك عمرك فعلا ما هتتقدمي خطوة لقدام، ولا تبقي قاعدة مستنية طب يا ترى بيقولوا عليا ايه، وتحاولي تعرفي من ناس تانية وسيط يا ترى دول بيقولوا عليا ايه، طب لما شافوني قالوا ايه، طب لما سمعوا ان اللي حصل قالوا ايه رأيهم ايه. كل الكلام ده هيعطلك، لازم تبقي مركزة على خطوة ثابتة لحد ما توصلي للي انت عايزاه، في نجاح، في بيت، في مسؤولية، في تكوين شخصيتك، في التعامل مع الناس، تكوين رأيك على حد معين او على حاجة معينة. يعني الموضوع ده مش واقف على موقف واحد بس، لا على حياتنا كلها. والاحسن بقى من كل اللي انا بقوله لكم ده ايه، ان احنا اصلا نحاول طالما هنعمل خطوة جديدة في حياتنا او قرار او ايا كان، ما نشاركش حد بيه من باب ان احنا نستعين على قضاء الحوائج بالكتمان. دي احسن واحسن واحسن، انك تعملي كل حاجة بينك وبين نفسك من غير ما تقولي لحد اصلا، بنية ان انت مش عايزة تقولي غير لما توصلي، مش عايزة تقولي غير لما تخوضي نجاحك وفشلك لوحدك، لان زي ما قلت لك رضا الناس بجد مش هيديكي اي حاجة لقدام ابدا، هيخليكي دايما واقفة يا اما بترجعي. وبس كده، يا رب كده النهارده يكون الفيديو عجبكم اصلا واستفدتوا معايا لو بشيء بسيط، وانا دايما بستمتع معاكم والله، ربنا يا رب يعالم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ما تنسونيش من صالح دعائكم. وطبعا احنا خلصنا كده كل حاجة ولمعت كمان، ده ملمع بورسلين وصيني وستانلس من ماكسل، فبحطه كده في فوطة وبمسح بيه الحنفيات او اي حاجة ستانلس وخلاص. اشوفكم على خير، ما تنسونيش من صالح دعائكم، مع الف سلامة حبايب قلبي.